مالك يا حاج ممدوح جاي متعصب ليه؟ اهم حاجه قبضت وجبت لي اللي انا قلت لك عليه. انا جبت لي اللي قلت لك عليه، ما جبتكيش الا كرومبو ولا نبيت يا حاج انيس. انت ما تعرفيش ايه اللي حصل. احنا ناقصين اتفاقات يا حاج ممدوح، هو ايه اللي حصل؟ ده الواحد كده ينزل الشارع يا حاج انيس. ليه كده يا حاج ممدوح؟ هو في احسن من الخروج والنزهه؟ ما هو كله بسببك انت والحاجه سوريا، طمعتوا الشحاتين فينا. طول النهار تحكوا لي على مسلسل الفقراء الضيعون. ايه بقى يا حاج ممدوح؟ هو في ايه على الظهر؟ طول ما انا ماشي في الشارع والشحاتين ناقص يتشعبطوا عليا، طبق طلعت من باب العماره والاقي واحد بيقول لي عايز فلوس كنس الشارع. يا حاج ممدوح، هما رنوا عليا الجرس عملت نفسي من بالها. انت بقى دفعت الفلوس؟ فالحه يا اختي فالحه، ده انا يا دوبك طلعت على اول الشارع والاقي لك واحده ماشيه بنتها معلقه الجلوكوز وبتشحت على اساس ان هم بيطلعوا الناس من المستشفى عيانين كده. وعملت ايه يا حاج ممدوح؟ اديتها؟ اعمل ايه؟ ما انا لقيت واحد معدي في الشارع بيقول لي يا حاج ممدوح يا بالخير كله كثافته بتديتها. خيبتك يا حاج ممدوح، يا خيبتك. ولسه يا حاجه انيسه ما عدتش اول ناصيه وليلك واحد قال لي كشف لي رجله بيقول لي ببيع ليمون ما تنفعني يا حاج. وعملت ايه يا حاج ممدوح؟ قمت اديت له 10 جنيه وقلت بالمره انت كنت عايزه ليمون، وفضلت ابص له ويبص لي ابص له ويبص لي. رحت قايل له كده يا جدع انت امال فين الليمون؟ قام قال لي لا ال 10 جنيه دي راحت لله، هات 10 جنيه تانيه واجيب لك الليمون. امال ايه اسود يا حاج ممدوح وجبت الليمون؟ لا ما جبتش الليمون واتنصب عليا ب 10 جنيه يا حاجه انيسه. جبتك يا حاج ممدوح يا خيبتك، وما خدتش ليه منه 10 جنيه؟ ما هو كسفني قدام الناس وانا واقف وقال لي اصل انا عندي ده الفيل، راح جاي لي ده السكر والضغط وانا واقف. لسه بلف بظهري من عند بتاع الليمون ولا الحاج زكريا بيعدي بالعربيه، قام بيقول لي تعالى معايا باخدك في سكتي يا حاج ممدوح. لسه معديين نصيتين قام واقف بيا في الاشاره، ولسه بفتح الشباك من هنا والاقي لك واحد طالع لي بفوطه من هنا. ما تكملش يا حاج ممدوح، عشان بتوع الاشاره دول. قام سايب لي الحاج زكريا وجاي لي انا يقول لي عايز 5 جنيه. قال انا وارث انا يعني. قام الحاج زكريا بيقول لي لزقك في رجليك، وبعد ما مشينا لقيناه مطاين العربيه. اديته 5 جنيه يا حاج؟ ما انا اتكسفت يا حاج انيس، اعمل ايه طيب؟ يا خيبتك يا حاج ممدوح، يا خيبتك. اما كانك يا حاج ممدوح كان زمان قفلت الشباك. انا والحاجه سرايا بننزل في العربيه بنعمل كده. ما انت ناصحه طول عمرك ناصحه. المهم من غيظي من الحاج زكريا قمت قايل له نزلني هنا. يا دوبك بقى في الباب العربيه لقيت واحد جاي يجري عليا بيقول لي الحقني يا حاج الحقني يا حاج. المهم ايه اللي حصل بعد كده يا حاج؟ قلت له في ايه يا ابني عايز ايه كمان؟ اصلها انا عصام. قام بعد كده بيقول لي اصل انا مسافر الصعيد والمحفظه بتاعتي وقعت، معكش 50 جنيه؟ لقيت صاحبي من ايام الطفوله جاي بيقول لي في ايه يا حاج ممدوح؟ قلت له اصل فلوسه وقعت وعايز 50 جنيه اسافر بيها. قال لي اديله. رحت اديت له؟ اديت له يا حاج انيس. هعمل ايه اتكسفت. يا خيبتك يا حاج ممدوح، يا خيبتك. اوصفولي كده الراجل ده عامل ازاي؟ الراجل ده لابس عباية لونها بني وجاكيت اسود وشنطة حمرا. ده كل يوم بشوفه وانا بنشر غسيل ما بدلوش حاجه. ده نصحى يا حاجة انيسة ما يختلفش عليك اتنين، عمرك ما بتعملي ثواب ابدا. كتر اللي حصل لي ضغطي وتي، قلت اما اجيب لي حاجة اشربها. جبت سنة كولا. قام واحد معدي لسه بشرب اول بقى لي عطشان يا حاج عطشان. عملت ايه يا حاج؟ اديتها له؟ اديتها له طبعا، اشرب حاجة حد وصل لي فيها. يا خيبتك يا حاج، يا خيبتك. انت ايه ضغطك دلوقتي يا حاج ممدوح؟ قمت موقف لي تاكسي، قام سواق التاكسي بيقول لي هتروح فين يا حاج؟ قلت له اروح على السوق. بقفل الباب من هنا قام لافف لي من هنا. لفلك ليه يا حاج؟ قاعد يقول لي انا راجل تعبان شقيان والنهارده احلى يوم في عمري. بنتي تتخرج من كليه هندسه بس واقف على مشروع التخرج 650 جنيه. قاعد يقول لي يا حاج انت مبروك يا حاج، انت قلبك ابيض يا حاج انت. انا بقى ايه المره دي يا حاج؟ رحت مديله اخر 200 جنيه مجمده في جيبي. يا خيبتك يا حاج ممدوح، يا خيبتك. ثابت عليا قاعد يقول لي بنتي يتيمه وامها ميته وبتصلي الفجر. قمت مديله. السوق يا حاج؟ على ما وصلت السوق يا حاجه ما تبقاش معايا الا 50 جنيه. قمت جايب لك القرنبيطه والكربايه واتبقى معايا 2 جنيه بس يا حاج. روح يا حاج. يا دوبك طلعت من السوق يا حاجه انيسه لقيت عيل صغير بيقول لي اديني جنيه اديني جنيه. قمت قايل والله ما انا مديه. يعني جت عاديه يا حاج؟ ده جنيه. ما تبقاش معايا الا 2 جنيه. قام اتشعبط على رجلي وقال لي خدني ربيني. وكنت كسبت فيه ثواب. قوم يوم يحسين الجلابيه البيضه لما البسها. يا لهوي يا حاج، ده كان في لسه راجل شحات بين جرس قال لي عايز حاجه البسها، رحت مديها له. والله ما سايبك النهارده يا حاجه انيسه.